سحر، هل صحيح انه نسبة نجاح طفل الانبوب بالشتوية اكثر من الصيفية؟ ايمتى بتظهر النتيجة؟ ممكن اعرف التكلفة وهل هالشي سهل وممكن؟ يعني على الرطوبة بدي اخبركم شغلة، على الرطوبة حرام الواحد يعمل شعره. درجة الحرارة عنا بلبنان فوق ال40، بس المشكلة وين؟ انه التكييف معدوم. اوكي عم ضلني حاطه التكييف 24 ساعه لما بكون كذابه، بس احيانا بروح الاشتراك لوحده. بتعرفوا انه بلبنان في ازمه كهرباء وفي ازمه اشتراكات وفي ازمه وازمه وازمه وازمه، بس الحمد لله صامدين. كله بالتعليقات عم بقول لي يا سحر وينك غايبه، يا سحر وينك غايبه، يا جماعه القبر هلكونا. لك الشمس الضوء شو صاير؟ لحظه لتزبط لحظه. اوكي اشتقت لكم قد الدنيا. هيدا اول شغله. الشغله الثانيه القبر هلكونا. اليوم انا وياكم بدي افتح لكم كل شيء مواضيع مش خبيتها عنكم، انه ما حكينا وما دردشنا مع بعض وما اطمنتوا عني وما سالتوني. لا لكون ما اكون كذابه حرام. كثير بعثوا لي على الانستغرام وعلى السناب شات سلامتك يا سحر سلامتك يا سحر. بتعرفوا شو اللي مش متابعنا على السناب شات وحتى على الانستغرام الرابط تحت رح حطه، تابعونا وروحوا بس تخلصوا على قناه العائله لانه عم نزلكم تقريبا هونيك اكثر. خليني اعمل قهوه بس قهوه مثلجه لانه منشف قلبي، ونفس الوقت رح نزلكم على الانستغرام اذا بدكم تسالوني اي سؤال كرمال رد عليكم بموضوع طفل الانبوب. صاير عندي ادمان على رموش، هدول الرموش من عندي من اسكي لندن لاشز على فكره. وبلا بلا 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 حسيده، الاول طلبيه اللي طلبتها من بريطانيا بعتها كلها، هلا طالبه طلبيه ثانيه، فاذا بعد ما استخدمتوا الرموش اللي الي رح احط لكم الرابط تحت، روحوا على صفحتي واشتروا وتدللوا لانه هلا شو صار بيوصل على كل العالم. لانه ما بحبها كثير ثقيله رح احط معلقه نسكافيه، معلقه سكر، شويه مي، وهلا شو بنعمل؟ خلينا نحط شوية حليب قبل ما احط الثلج وبرجع بخلطهم مع بعض. هلا بحط ثلج وهلا بحط حليب. ودوقوا منها ايس كوفي لاتيه رائعه. على فكره وصلنا طلبيه كتير حلوه عن شي نزلت لكم اياها على السناب شات واخذت رايكم باجمل فستان. هيدا واحد من الفساتين، جبت صراحه فساتين هلا بتبورد بالصيفيه. دخلكم قد ايه درجه الحراره عندكم؟ قلت لكم اول الفيديو نار، الرطوبه مش طبيعيه وحياه الله، لدرجه انه انا شخصيا ما إلي خلق اعمل شيء، لا إلي خلق صور، لا إلي خلق منتج، لا إلي خلق نزل فيديوز، لا إلي خلق اعمل شيء ولا شيء، بضلني قاعده بالبيت مسطحه. يمكن لانه القبر honestly انا اليوم بدي احكيكم كل شيء بكل صراحه. هيدول القبر اللي انا عم باخذهم قبر هرمونات. على كل حال صبايا، بعرف اغلبيه المتابعين رح يكونوا صبايا لانه هيدي المواضيع اصلا منا للشباب، خاصه مخصصه للصبايا، وخاصه للصبايا يلي منهم قادرين يجيبوا ولد بشكل طبيعي، بدهم يجيبوا ولد بشكل طفل انبوب. ان شاء الله ما تحتاجوه يا رب، لانه انا كنت مفكره العمليه جدا سهله. ما بدي اطلع لكم لا بتخوف وما بعرف شو، بالعكس انا كمؤثره لازم اكون عم قويكم، لانه انا شخصيا قويت حالي وعائلتي وجوزي كانوا كثير داعمين لإلي صراحه. بس ما بدي اياكم تفكروا انه هيدي العمليه يابا كثير سهله. انا صار تقريبا شهرين عم بعمل اجراءات، عم باخذ قبر، عم زبط كل شيء بجسمي وغيرها. العمليه منا سهله، انا كنت مفكرتها سوبر سهله. الواحد بيروح بيعمل طفل انبوب، يلا بيسحب بويضات، بيشوف البويضات، بلقح، بتصيري حامل. لا، في عندك قبر بدك تاخديهم، في عندك علاج بدك تاخديه. صار لي شهرين عم باخذ علاج لحتى جهز جسمي لطفل الانبوب. بعدني لهلا انا ما لقحت، اوكي احسن ما تفكروني انه انا حامل هلا، لا انا ما لقحت هلا، بس العمليه منا سهله ابدا ابدا ابدا. وخلال هيدا الفيديو رح اشرح لكم كل شيء، وخاصه للصبايا اللي بهمهم هيدا الموضوع. وبدي اياكم انتم كمان اذا انتم ان شاء الله يا رب بتكونوا حبلتوا بشكل طبيعي، بدي اياكم تكونوا عندكم معرفه عن هيدا الموضوع، وخاصه لكتير كمان نسوان. قلت لكم قبل بهداك الفيديو في كتير نسوان بيقولوا ايه بكره بنجيب بيبي، ايه بكره بنخلف، ايه بكره ما بعرف شو، يلي هن مننا عارفين قيمه الشغله اللي هن عندهم اياها. انا كتير بهمني ان تحضروا هيدا الفيديو، لانه انا من الاشخاص اللي كان عندي اياها لهيدا النعمه، انه كنت فكرت انه انا جبت ميمي بشكل طبيعي، الولد الثاني ان شاء الله قلت بس بدي اجيبه كان لازم اجيبه بشكل طبيعي. لا، بدي اياكم تحضروا لتشوفوا انه اذا انتم يمكن ربنا سبحانه وتعالى عطاكم هيدا الشيء، هيدا نعمه،
ما بقى تقولوا ما بقى بدنا نجيب اولاد، او ما بقى بدي اياكم تقولوا انه ليكو هيديك راحت حبلت، او سمعت مره وحده عم بتقول عمرها 60 سنه راحت لقحت وجابت ولد. ايه بحق لها، ولو كان عمرها 70 سنه شو يعني؟ بحق لها انها تحس، وبحق لها انه تكون ام، وبحق لها مثلها مثلك. فبدي اياكم تحسوا بغيركم، لانه هيدا الموضوع ابدا 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 ما كنت فكر انه صعب، كتير صعب. خليني اشوف اسئلتكم هلا، لانه حطيت لكم قبل شوي ستوري على الانستغرام. خليني اشوف شو سالتوني لحتى انا جاوبكم. اوكي، من الاسئله اللي سالتني اياهم زهراء، رح سيب دغري. بتقدري تسافري بعد العمليه؟ انا بعرف 3 مونثs لتقدري تقومي. غلط، هيدا الشيء غلط. انا الحكيم قال لي دغري من بعد ما تعمل عمليه، وان شاء الله اذا نجحت فيك تقومي بعد 4 ايام 5 ايام وتسافري. بس اهم شيء ما تمسكي شيء ثقيل، واهم شيء تكوني انت محافظه على الابر التثبيت. هيدا اهم شغله. وهيدا موضوع الابر على فكره، وخاصه هون بلبنان ساعة بتدفعوا $900، ساعة تدفعوا $300. اليوم رح احكي لكم كل التفاصيل. بدكم تنتبهوا كثير منيح للابر يلي انتم بدكم تاخذوهم ولا اسعارها. تحديدا عم بحكي هيدا الشيء لاهل لبنان، لانه رح تتعرضوا لخداع، رح تتعرضوا لكذب من صيدليات، ورح تتعرضوا لناس يقرقوا عليكم، فانتبهوا كثير. اوكي، ليم بدر كتبت لك انا بحبك وما عارفه شو بدي اكتب. وانا كثير بحبكم وكثير مبسوطه فيكم، لانكم انتم حدي وماشيين معي بكل شيء عم بعمله بحياتي. شعري ركش، بكل شيء صار بحياتي، بالحلو بالمر بالسيء بالجيد. فشكرا كثير لكم، وحياة الله انا كثير محظوظه فيكم، لانه انتم مثل بقولوا عن جد بكل معنى الكلمه ناس بتعقدوا. تخيلوا اقرب الاشخاص لإلي ما مسك تليفون واطمن عني او اطمنوا عني. تخيلوا، انا مثل ما بقولوا ما بقى بدي بعد هالاشخاص بحياتي، لانه الواحد بيقول انه بتعرفوا اصحابكم او بتعرفوا اصدقائكم من الاشياء اللي بتصير، بتعرفوا اصحابكم او اصدقائكم من المواقف. فعلا انا صار تقريبا شي شهر ما عم بقدر اكون اكتيف كتير، قلت لكم عشان الابر. استحيت حدا يجي على باب بيتي ويدق ماسك بوكيه ورد، او من بعد ما عملت اول عمليه ماسك علبه شوكولا، او جاي يقول لي الحمد لله على السلامه. ولا حدا ولا حدا ولا حدا. فانا ماني زعلانه ابدا، وقلت لكم اياها، دايما بقول لكم اياها. انا كثير مبسوطه، لانه دايما المواقف بتفرجينا الناس الصح وبتفرجيني من الناس الغلط. فالحمد لله يعني اكتشفت كلهم كانوا غلط بحياتي، بس ما بيأثر، اتليست اكتشفت. وماني زعلانه من حدا، بقول لكم ماني زعلانه وما بعتب على حدا، عم بقول لكم لكم قديش انا محظوظه فيكم. لانه هيدا الشيء كثير بكبرني وبيعطيني اصرار اكثر انه انا لا، عندي ناس كثير بحبوني، ما بدي اضلني لاحق انا حدا. بالعكس، انا عندي جوزي وعندي اهلي وعندي رفقاتي البعاد اللي كانوا عم يسالوا عنهم، بيغنوني عن مليون شخص يمكن انا عملت كتير اشياء منيحه معهم، هن ما عملوا شيء. ف I don't care والله. يعني هيدي انا كتير ما بحقد، خلص I go with the flow. بسكر و I don't care. خلص وصل لمرحله ما بقى بسال، ما بقى انا كمان اهتم، لانه الاهتمام بده اهتمام. ما بعرف فتنا بهيدا الموضوع، بس لانه بشوف قديش انتم بتحبوني، بقول يا عمي ليكو انتم من ورا الكاميرا عم تبعتوا لي وتطمنوا عني. كيف رفقاتي اللي انا مضحيه كرمالهم وعامله كرمالهم ومسويه كرمال وفاتحه بيوت كرمالهم، at the end اكتشف انه ما حدا سال عني بتليفون. ف I'm happy، انا كتير مبسوطه. وبالعكس قعدت بلبنان كتير خلتني اكسب ثقه بحالي اكتر، وخلتني اعرف قيمه الاهل اكتر. انه لو شو ما عملتوا بحياتكم، لو مهما عشرتوا ناس وناس وناس وناس، ما إلكن الا اهلكم بس. اهلكم، زوجكم، بنتكم، وبيتكم. خلص ذاتس ات، ما تكتر. السلام عليكم حبيبتي سحر، اتمنى من الله انه يرزقك، هي من العراق يرزقك خيل ميمي او يفرح قلبك انت ويحيى. احبك مريم من العراق، انا اللي اموت فيكم والله العظيم احبكم. وكتير حابه ازور العراق كتير. قلت له يحيى كتير حابه ازور العراق، قال لي يحيى ان شاء الله السنة الجاي بس اجي على لبنان، لانه احنا كان المفروض نسافر على الجزائر، وكان المفروض نروح كمان نعمل عمره بالسعوديه، وكان المفروض نروح على العراق، بس شفتوا الظروف اللي صارت ما كنا اصلا حاسبينها. بس الحمد لله على كل شيء. نفسي ازوركم والله كتير. سحر خبريني شو هي التحضيرات يلي صارت قبل العمليه. اوكي،
هلا انا لما رحت شفت الدكتور اول شيء فحصني، بيعملكم مثل ايكو، وهيدا الايكو بشوف عدد بتعرفوا انتم المراه خلال الدوره الشهريه، اوكي، خلال الدوره الشهريه بينزل كميه بويضات منها اللي هو عباره عن الايج بيض. وبعتذر اذا في شباب عم يحضروا هيدا الفيديو، عن جد هيدا مش لكم، انا بالعكس هيدا الفيديو بيني وبين رفقاتي المتابعين، عائلتي كمان. فبينزل كمية بيض، هيدا البيض تقريبا باليوم السابع من الدورة الحكيم بيفحص المرأة وبيشوف كمية البيض. من بعدها يعني تاني يوم الدورة الحكيم عطاني أبر. هيدول الأبر هن منشطات لشو؟ للبويضات، لحتى تنزل البويضات كاملة. في منهم بينزل 7 8 9 بويضات حسب المرأة، يعني حسب من عمر كمان لعمر بتختلف، من حالة لحالة بتختلف. ف عمل لي بالتاني، يعني باليوم الثاني رحت لعنده عملت فحص دم. هيدا الفحص الدم بحدد انه هو في كف العلاج او ما في كف العلاج، اسمه هيدا فحص الدم لازم يكون اقل من 1. انا طلع 0.2، ف 0.2 بيرفكت فينا نكفي العلاج. فهون اعطاني الابر منشطه البويضات. بس وصلت لليوم السابع خلصت كل شيء، رحت عند الحكيم عمل لي فحص وشاف كم بويضه عندي. كان عندي 4 بويضات، فشافون قال لي كثير منيح الحمد لله، نحن فينا شو نعمل، فينا نشيل هدول البويضات بس مش هلا، بدك تنطري بعد يومين. عطاني بعد ابرتين، وعطاني ابره اسمها ابره تفجير. هيدي الساعه 9 بالليل بتذكر بدي اخذها. بيبقى في عندي يوم ما بعمل شيء فيه الا انه انا على الساعه 8 بدي اوقف اكل قبل ب 12 ساعه من العمليه. واهم شيء بخلال هيدي الفتره ممنوع تشربي كافيين. انا نسكافيه حطيته بلا كافيين. ممنوع تشربي كافيين، ممنوع تأرجلي، ممنوع تدخني. انا عم بعطيكم سوري كل هدول التفاصيل. ممنوع تدخني، ممنوع تأرجلي، ممنوع توقف تقعدي بمحل فيه دخان، ممنوع تاكلي مقالي. جربي تعملي حميه اكثر، تاكلي اشياء صحيه، وتقريبا هيك. رحت يوم العمليه مثل ما شايفين هو بنج عام، بدكم تكونوا منكم اكلين ومنكم شاربين شيء. البنج العام حط لي اياه هون بايدي، لانه انا عندي شرايين كثير رفاع. حط لي اياها بايدي، ومن بعد ما نمت تقريبا بتاخذ العمليه تقريبا شيء نص ساعه، اقل كمان 25 دقيقه. كله البنج على بعضه 45 دقيقه بتكوني فايقه. فقت دغري طمنا الدكتور، كنت مدودخه شوي بس ما حسيت باي وجع. يمكن بتحسوا شوي بمغص محل ما سحبوا البويضات، بس صدقا العمليه ما بتوجع. يعني اللي بخاف من العمليه وبده يعملها ما بتوجع نهائيا، وهي اصلا العمليه كلها ما بتوجع. بس فكره شو الابهر اللي كنت عم باخدهم بضلهم معصبيني. يعني الهرمونات بتعرفوا انه سوري من كلمه صبايا، انتم قبل الدوره او قبل هيدا بتعصبوا، ما تقولوا لي لا، انتم عم تاخذوا هرمونات دبل بتصيروا معصبين. وهون انتم بحاجه للدعم النفسي من زوجكم، من عائلتكم. كونوا محيطين بناس ايجابيه، ما تكونوا ابدا محيطين بناس سلبيه ويجوا يقولوا لكم ان شاء الله ما تزبط العمليه، انتبهوا وما بعرف شو هي 50. دائما حيطوا حالكم بناس عم بيقولوا لكم رح تزبط العمليه، باذن الله رح تزبط العمليه. وحتى لو ما زبط العمليه انتم جربتوا وانا عم جرب، يعني ما في كله بايد رب العالمين، عرفتوا كيف؟ فخلوا ايمانكم كثير كبير بربكم. انا كثير تقربت من رب بشكل مش طبيعي، وحلمت ما نام انا وعم بعمل العمليه، وان شاء الله بيجي يوم اذا حبلت رح خبركم اياه ان شاء الله يا رب. فحيطوا حالكم بناس ايجابيين، ما تحيطوا حالكم بناس سلبيين، لانه صدقوني السلب بيجيب سلب، الايجابي بيجيب ايجابي. قولوا يا رب انه ارزقنا هيدا الشيء. يس هيدي هي بشكل سريع اللي عم قلكم عليه، انه ما تخافوا من العمليه، بس هن ابر الهرمونات وهلا مع الشوب بتصير واحد يعصب كثير. هل صحيح انه نسبه نجاح طفل الانبوب بالشتويه اكثر من الصيفيه؟ صراحه انا هيدا السؤال عملت ريسيرش عنه على جوجل قبل ما اعمل العمليه، لانه انا عملتها بالصيف. حاطين على جوجل انه نسبه نجاح طفل الانبوب اكثر بالصيفيه من الشتويه. ليش؟ لانه بالصيفيه بيكون انت بتتعرضي للشمس اكثر، فالفيتامين دي عندك اوريدي كثير قوي، فهيدا الشيء منيح. بس اكيد لما كنت ضلكم على مكيف وضلكم مرتاحين من بعد العمليه. انا بعد ما لقحت، اوكي عشان ما تفكروني، انا بعد ما لقحت لانه انا صار عندي مشكله انه يوم ما انا عملت سحبت البويضات جوزي مرض، جوزي كان عنده قريب، فقال الحكيم ممنوع منعا باتا انه نلقح. ليش؟ لأنه ما بده يعرض البويضات للخطر، بده النتيجة تكون نظيفة.
قال لي فينا ننطر بس اسبوعين بعد. قلت له انا اوكي، نطرت اسبوعين لانه انا كمان بدها ترجع تتعدل السايكل معي ولنرجع انه نعمل التلقيح. فبعدني ناطره، انا بعدني يعني ما لقحت. فاحسن ما تقولوا لي يا سحر انت لقحتي، انا ما لقحت باذن الله. هلا المفروض بهيدي الجمعتين تكون ملقحه، نشوف. اوكي نادية عم تبعت لي ايمتى بتظهر النتيجة. نادية انا من بعد ما لقح بدي انطر قبل الدورة اللي الي ب6 ايام. بقدر في ما بعرف اذا هون بلبنان في منه هيدا كلير بلو. انا لانه عملته ببريطانيا رحت اشتريت في كلير بلو، هو عبارة عن تيست حمل. هيدا التيست ببين قبل ب7 ايام اذا انت حامل او مش حامل. فيا جماعة بليز اكتبوا لي اذا موجود منه هون بلبنان او مش موجود، او حتى اذا موجود عندكم. هيدا كتير اكيوريت. محمد يمان اي ثينك هيدي بنت بس بحساب شاب. انا وجوزي كمان عنا مرض وراثي، والاطباء قالوا لنا انه لازم الطفل الجاي حمل طفل انبوب. ممكن اعرف التكلفه وهل هالشيء سهل؟ وممكن. اوكي كتار سالوني عن التكلفه وحابه انا لكم اياه. في دكاتره كتير كيف بدي اقول لكم تجاريين. انا الدكتور اللي انا عم بعمل عنده ما عم بعمل له دعايه، لانه هو اصلا منه بحاجه لدعايه قد ما انه شاطر، وهو طلب مني عدم ذكر الاسماء الا تخلص كل شيء، وهيدا حقه. بس هيدا اللي انا بعدين رح اعملكم فيديو انا وياه ان شاء الله باذن الله. اذا نجحت العمليه رح اطلع احكي انا وياه وتشكر، ورح اتشكر قدام الملايين لانه عمل انجاز من بعد رب العالمين طبعا. فالتكلفه بتتراوح، انتبهوا كل حاله غير الحاله. انت لانه عندك مرض وراثي فانت بدك تعملي مثل ما انا بدي اعمل. انا مش عامله طفل انبوب، انا رح اعمل الدراسه الوراثيه. هيدي تقريبا بتكلف بس حسب الحاله. فانا بدي اطلب منك ان شاء الله بعدين تحضري الفيديو اللي الي تروحي لعنده عند الحكيم، هو بيحسب لك كل التكلفه. بس التكلفه بين ال 2000 وبين ال 5000 دولار حسب الحاله، وفي حالات 1300 1400 دولار. اوكي اذا انتم عم تعملوا طفل انبوب عادي. بس مينلي انا لانه عم بعمل دراسات وراثيه، لانه انتم بتعرفوا مشكلتي، فالتكلفه بتكون اعلى. وانا بنصح اي حدا عنده مرض وراثي ما يعمل الاي في اف او طفل الانبوب عادي، يعمل الدراسات الوراثيه اللي هي بتثبت اذا هل الطفل سليم معافى او لا. سيرين مرهب، هل عائلتك موافقه تعمل العمليه؟ اكيد ما فهمت. بعدين في شغله بدي اقول لكم اياه. اول شيء اكيد موافقين، انا وجوزي اقرينا هيدا الشيء، بعدين انه ما فيها شيء. وكثير على فكره وصلنا تعليقات بالفيديو على قناتي هون، بتعرفوا قالوا لي انه انت شلون زوجك حيوافق انه انت انه تحطي يعني انه حدا يحقنك انه من رجال تاني. جايز عمليه الطفل الانبوب لا مش رجال تاني، مش سبيرم دونر انه اجى شخص عطاني. انا جوزي رح يعطينا، وهي عمليه تلقيح من جوزي. انا ماني جايبه واحد غريب لحتى اعمل تلقيح معه. سو هيدا العمليه منا حرام، وكيف يوافقوا اهلي انه ما فيها شيء العمليه كل العالم عم يعملوها. اوكي بس حتى اذا شي يوم حدا سالكم، طفل الانبوب هي عباره عن عمليه اخذ البويضه من المراه واخذ السبرم من الرجل، وهي عباره عن تلقيح لانهم بدهم يعملوا دراسات وراثيه بموضوع التلاسيميا. فيا جماعه الخير هي منا حرام، نمبر 1. نمبر 2 هي منا انا ما عم باخذ من رجال تاني، ما في سبرم دونر، انا عم باخذ من جوزي. ايش يعني طفل انبوب؟ يعني بضل 9 شهور ولا غير. طفل الانبوب مثله مثل الطفل العادي، وفي دراسه بتقول انه الطفل الانبوب اذكى من الطفل العادي اذا كان في عنده دراسه وراثيه. بدكم اكثر من هيك؟ حاسه حالي معلمه بيولوجي بس والله عم جرب انه هيك اخذ واعطي معكم، لانه عن جد في ناس ما عندهم معرفه عن هالموضوع، وحابه انكم تعرفوا، وان شاء الله يا رب برجع بقول لكم ما تعوزوا هالشيء. ال ام كي، هل انت منيحه وهل تاثر على المود والاكتئاب؟ كثير اكتئاب، كثير اكتئبت. يعني انا كل الوقت كنت عم فكر، وحتى بعدني لهلا قبل ما اصور صراحه لما اكون عم كذب عليكم كنت مكتئبه. بس شو عم بعمل كل يوم؟ عم فيق، عم صلي اكثر، عم زبط حالي، عم بلبس، عم بترتب، عم حط ميك اب، عم بعمل شعري، عم حس حالي انه كانه يلا يا سحر انت عايشه حياه طبيعيه، لانه انت فعلا لازم تكوني عايشه حياه طبيعيه وما لازم ياثر هيدا الشيء عليك. بس الاكتئاب موجود، المود، الزعل، انا بقعد ببكي من دون سبب، بكون قاعده ببكي بلا سبب ما بعرف ليه. كثير منا هينه، وحياة الله منا هينه. بس عم فكر ان شاء الله اذا زبطت يكون في باقي. الحمد لله. شفتوا انا كثير صرت حساسه لدرجه انه ما بلقى كلمه من حدا. بعدت كمان
عن الاشخاص السلبيين بحياتي، وقلت لكم تحولت بايجابيه لانه كثير صعبه، كثير المود سوينج لإلي بيطلع وبينزل، ساعه بكون كثير مبسوطه، ساعه بكون اكزاكتلي مثل الصبايا بالدوره وهيك بعصبوا وهيك. ايه انا دبل، لانه كل الهرمونات عم بفوت هرمونات على جسمي كلها هيك عم تلعب لعب. الحمد لله. هي نفسها الحقن المهجري، كل يوم بدعي لك انه تنجح العمليه، حاسه فيكي كثير، ادعي لي تضبط معي يا رب، تزبط معك ومعي يا رب يا رب يا رب. وحيت الله قديش ما توقعت قديش في صبايا عم يعملوها. انا فكرت حالي يمكن I'm the only one، لانه الواحد لما ما يكون بالشغله ما بيعرف، ولما جيت حكيت على السوشيال ميديا ما كنت عرفته، وما كنت انا شخصيا عرفت قديش في صبايا عم يعملوها وخايفين. ما تخافوا، نحن كلنا مع بعض وحيت الله. هيك بتضايق لما حدا يقول لي ادعي لي تزبط معي لأن انا كمان بدعي لكم كمان انا تزبط معي. خلينا نكون ايجابيين اوكي. قديش انه انتم ما بتعرفوا غيركم شو بحس، بس انا حاسه فيكم وبعرف. تخيلوا في ناس من زمان بعرف انه هن يمكن they are trying انه عم بجربوا يكون عندهم بيبي، بس ولا مره فتحوا لي الموضوع. كثير فتحوا لي الموضوع هلا، حتى ناس بعرفهم فتحوا لي الموضوع قالوا لي سحر نحن عم نجرب كمان، برافو جو اهيد وهيك. انا مثلا ما كنت بعرف انه هن عم بجربوا، بس شافوني مثلهم مثلهم. ادعوا يا جماعه الكل انه عن جد اللي منه قادر يجي بيبي يجي، لانه كمان في ناس بيقولوا لي سحر التكلفه كتير عاليه، فعلا التكلفه كتير عاليه. ف الله يكون مع الجميع يا رب يا رب يا رب يا رب. It's very hard صراحه، كتير صعب. هل الولد اللي حتجيبيه احتمال يطلع سبيشال كيس؟ سيسي لا رح صوتت. one of the reasons انا عم بعمل طفل الانبوب انه نحن ما يجينا بيبي سبيشال نيد which is not wrong، عشان ما حدا يفهمني غلط. يعني ولد من ذوي الاحتياجات الخاصه يلي انا حتى لو اجى بفتخر يكون عندي ولد هيك، وبالعكس هن مثلهم مثلنا ما في فرق، بس انتو بتجربوا قد ما فيكم لما نكذب على بعض انه to prevent، انه نجرب انه ما يطلع هيك او ما يصير هيك، لانه هو رح يتعذب احيانا بالحياه. بس مع انه بعرف يمكن كتير عندي ناس من ذوي الاحتياجات الخاصه، بدي لكم انتو حتى لو كنت ابني هيك هيدا شرف لإلي وبتشرف اوكي، وانتو شرف لاهلكم بتتشرفوا، والله كاتب هيك. سو يمكن ما حدا بيعرف، بس الفكره وما فيها انه انا ما بدي يكون عندي هيدا الاحتمال، عشان ممكن السبيشال كيس اللي انا بالتلاسيميا بيكون شورت لايف، بيكون عنده حياه قصيره، ما بيكون عنده حياه طويله. سو انا ليش بدي اجيب ولد على هيدا الحياه ويصير له شيء لا سمح الله؟ عرفتوا كيف؟ هيدي هي الديبيت يلي طلعت علي انا، انه انا ما بدي يكون عندي ولد سبيشال ديسابيليتي او سبيشال كيس او من ذوي الاحتياجات الخاصه. انا ما عندي مشكله، بس انا ما بدي يجيني ولد يمرض دغري ولا سمح الله يموت. ما نحن وصلنا لعصر طب تقدم، فنحن بنجرب تو بريفنت انه نحن نحمي حالنا ونحمي الولد ونحمي اللي حوالينا، وبعتقد اي ام كانت عملت نفس الشيء صح؟ anyway guys وصلنا لاخر الفيديو. انا شكرا لانكم بعدكم عم تسمعوني وبعدكم عم تحضروني. صراحه عملت صبحيه انا وياكم مع الكافي، خلصت انا وياكم. وعدتكم هديك المره نزلكم فيديوز اكثر، بس الهرمونات هلكوني الاوبر هلكوني. عم جرب قد ما فيي. بحبكم قد الدنيا، وانتبهوا كثير على حالكم، وان شاء الله الفيديو الجاي بطمنكم بشيء جديد، بكون لقحت وبكون قلت لكم شو بده يصير معي. تابعوني على الانستا، على السناب، وعلى التيك توك. بحبكم. ما تنسوا كمان تحضروا فيديوهات بقناتنا. اوكي يلا باي.